بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله. سبحانك ربي لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. رجعت لكم فيديو جديد. معلش يا جماعة، فيديو جديد، صباح مصري جديد بروتين، روتين الشتاء وروتين البرد، روتين التنظيف والشقة زي ما انتم شايفين كده. معلش يا جماعة، أنا طولت عليكم شوية بس نظرا لامتحانات الأولاد وكده، وعارفين طبعا يوم الشتاء قصير قد ايه. الواحد والله ما بيصحى قبل ما يعمل يجهز اي حاجه كده يلاقي اليوم خلص. فطلعت انا بقى لقيت الدنيا مكركبه كده، لان انا بطلع كل يوم وهنا السطوح انتوا عارفين ان انا بحب ان انا يكون نضيف، لان انا قعدتنا كلها فيه. فقلت ان انا هنضف شويه تنظيفات السطح. روتين النهارده، روتين اليوم الشتوي النهارده. طبعا بصوا، مش روتين تنظيف بس، انا عامله لكم شويه حاجات هوريكم. انا عامله، بصوا انا قلت لكم انا ليا قناه تانية، قناه جات لي فكره وصفه، وقناه جميله جدا يا جماعه، قناه وصفات وابتكارات جديده كده، حاجات وصفات جديده هتفيدكم جدا جدا جدا. فيا ريت يعني تدخلوا على القناه، وما تنسوش برضه تعملوا لي لايك واشتراك على القناه يعني. بالله عليكم ما تنسوش، وتعملوا لي لايك برضو على الفيديو ده، لان الفيديو يا جماعة يعني ايه بيطلع باللايكات او بدعمكم انتوا. ان شاء الله القناة تكبر، وربنا يجازيكم خير لو وتدعمونا ويديكم الصحة ان شاء الله يعني. نظام شحاتة معلش، هنتعبكم معانا، بس تدوسوا لايك على الفيديو، او تعملوا لي لايك على الفيديو وتدخلوا على القناة جات لي فكرة ووصفة، وتعملوا لي لايك واشتراك بالله عليكم يعني. بصوا يا جماعة، انا عامله الفيديو، انا هوريكم بس ان انا في نهايه الفيديو ده عامله لكم وصفه بس اللي هي للتشققات بتاعه الايدين والرجلين كده. وصفه جميله جدا، انا شفتها وعجبتني جدا. فقلت لازم اعملها، وان شاء الله هتبقى هتفيدكم جدا جدا. انا ليا بقالي فتره طويله ما عملتش اي فيديوهات لا على القناه دي ولا القناه التانية، بقول لكم عشان خاطر امتحانات الاولاد، فكنت مشغوله معاهم يعني. بصوا يا جماعة، كده أنا إيه، وهوريكم برضو في الفيديو ده، هوريكم الزرعة بتاعتنا البدرية. والله يا جماعة أنا يعني مش عايزة أقول لكم، أنا يعني لو عندي صحة ووقت أقسم بالله السطحة دي كلها كنت زرعتها طماطم، من كتر ما هي الطماطم منتجة منتجة منتجة. وهي كمان يعني عارفين حتى السنة دي أديكم في الموسم برا، والأسعار غالية جدا يعني. السنة دي أو في شهر 12 بالذات أو شهر واحد، الموسم بتاع الطماطم بتبقى ال4 كيلو عندنا في الصعيد هنا، ال4 كيلو وال3 كيلو ب10 جنيه، السنة دي الكيلو ب5 في الموسم. أمال بالك لما يجي شهر رمضان المبارك ويجي بقى فترة الصيف اللي بيبقى الطماطم فيها نار، هتبقى الكيلو بكام؟ فبصوا كده انا يعني، شوفوا الطماطم اللي انا زرعاها وبالله عليكم، شوفوا الطماطم وشوفوا الانتاج بتاعها يعني كده. لسه انا زرعاها بقالي حوالي شهر ونص بالشكل ده. ووريتكم انا، لو انتم متابعيني من بدري وريتكم ازاي طريقة زراعتها، هقول لكم تاني. بمجرد انك انت هتقطع الطماطم نصين كده، وهتحطي الطينة اللي انت هتزرعي فيها بتبقى فيها سماد عضوي، يعني تحطي فيها الزبل بتاع الحمام او الفراخ، تخلطيه كده بس بكميات مش كتير قوي، عشان لو خلطتي كميات كتيرة بيموت الزرع. بص الطماطم انا زرعها في الزير، وبرضه وريتكم اليوم اللي انا زرعت فيه الطماطم في الزير. معلش الدنيا مكركبه هنا، فانا كله هرتب ان شاء الله. وادي انا زرعت كام شتله، كذا شتله يا جماعه، عملت كذا شتله اللي قلت لكم من السنه اللي فاتت، انتجت معايا حلو خالص. فكده كنت ناويه يعني زرعتها في الشتاء حلو، لان في الصيف برضو يعني ايه، فكرت ازرعها بتبقى السطوح سخنه جدا جدا جدا، فما نفعتش معايا. عايزه ايه، عايزه يعني تضليله كده في الصيف، فانا نفعت معايا خالص في الشتاء. فنويت ان انا كل سنه ان شاء الله يعني على قد الصحه كده وهزرع. بص قد الشتلات قد الطماطم انا مغطيه، كنت وهي شتله صغيره كنت مغطياها بايه بالاعشاب والحشيش كده، عشان خاطر العصافير ما تاكلهاش. ليه الكركبه دي كلها عندي في السطوح؟ معلش انا جبت لكم بعيد عنكم، جبت بعيد عنكم لا قريب منكم ان شاء الله. جبت خروف، فعمل لي الكركبه دي كلها والوساخه دي كلها.
أنا رُحت السوق واشتريته والله أنا شطورة، طلعت شطورة أوي، واشتريته من سوق الغنم والمعيز. دي أول مرّة أروح فيها السوق دي واشتري، لإن أنا لقيت إن أنا يعني كنت ناوية أدبح حاجة إن شاء الله على عيد الضحية، يعني ناوياها يعني. فلقيت الأسعار برّه غالية خالص، وأسعار الدبايح الكبيرة غالية، يعني كنا نشتري بكذا واحدة، فلقيت الأسعار غالية خالص علينا. فقُلت جِبت حاجة على قدّنا يعني، مبلغ كده ربنا قدّرنا عليه، فقُلت أجيب حاجة كده يعني لله، طالما أنا كنت نادراها لله يعني. وقُلت أفرّح العيال على عيد الضحية إن شاء الله بإذن الله كده، وجِبته من بدري عشان أعفّيه كده وأأكّله غلّة عشان يبقى كبير. هو أنا والله لمّا جِبت الخروف على طول يا جماعة هاوريه لكم دلوقتي. لمّا جِبته على طول يعني قعد يومين 3 كده وراح أنا كان هيموت فيها والله. ما أعرفش إيه السبب، بس اكتشفت إن أنا أكّلته برسيم يعني. بيقولوا أول قطفة فبيقولوا في نسبة مرارة، ففضل أسبوع ما بياكلش. فأنا دخلت على النت كده و وشرّبته شوية حاجات، الحمد لله فَك بطنه وزقِّته شربت خروع، فكِّت جرّت معاه مصارينه ورجع كويس وبياكل يعني دلوقتي. يعني هاوريكم شكله وتحكموا أنتم، أنا شاطرة والّا خيبانة يعني. العفشة دي كلّها والله أنا ما عندي طاقة ولا صحة إن أنا أنزّل العفشة دي، بس غصبٍ عني ما باحبش السطوح يبقى متسخ. وأدي بُصّوا أدي الخروف اللي أنا جِبته أهو، زي ما أنتم شايفين كده. دخلت طبعًا على الكركبة بتاعة الخروف، بُصّوا تحتيه ولا كأنها زريبة ولا كأنها جاموسة يعني والله. ما هي مدلّعة يعني تاكل اللي هي عايزاه وما تاكلش اللي هي عايزاه، أحط لها البرسيم ساعات تاكل منه وعايزة تاكل غلة على طول. طبعًا أنتم عارفين الغلة عندنا بقت نار خالص، كيلة الغلة بقت ب230 و220 والله، يعني مش مكفية، لو قعدت أنا أأكلها كل أسبوع عايزة كيلة غلة. فيعني باجيب لها برسيم، بس هي متدلّعة شوية عاوزاش تاكل غير غلة يعني. أو متدلّع شوية مش عايز ياكل غرغلة. بُص المدعكة اللي تحتيهم. أنا طبعًا عشان الامتحانات وخوته بتاعة العيال، فما كنتش فاضية إن أنا أنضّف ده كلّه، فقُلت لازم أنضّف الزريبة اللي تحت الخروف وتحت الفراخ دي. المكان النضيف بيبقى حلو برضه ومريح نفسيًا ليكِ حتى للفراخ عشان ما يربّيش حشرات وكده. باغيّر لها المَيّة طبعًا كل يوم الصبح، باغيّر المَيّة للفراخ باغيّر المَيّة للخروف عشان تبقى مَيّة دافية ما تبقاش ساقعة يعني. ربنا ينوّلنا رمضان جميعًا وشهر وعيد الأضحى إن شاء الله جميعًا، ويدّيكم ويدّينا طولة العمر بإذن الله. أنا قُلت طبعًا أجيبها بدري شوية أو أجيبه بدري شوية عشان ياكل ويعفى كده. يعني بأكّله غلة يوميًا بس بسيط يعني، لكن معتمدة اعتماد كلّي على البرسيم لإنه أرخص كتير، وأنتم عارفين الأزمة اللي متعرّض لها الناس، ربنا يعين الناس كلّها في الأزمة اللي إحنا فيها ويعينكم ويعين الناس كلّها والله العظيم حاجة يعني ربنا ما يعلم، يعدّيها الأزمة دي على خير ويرحمنا ويرحم الناس جميعًا يا رب إن شاء الله. أزمة وهتعدّي إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله هتعدّي على الناس كلّها بخير. بس إحنا محتاجين برضه يا جماعة في الأزمة دي يعني نعرف إيه اللي المفروض تشتريه وإيه المفروض ما تشتريهوش، عشان ما ينفعش إنِّك أنتِ تشتري رفاهيات وكمالي وحاجات أنتِ مش عايزاها في الوقت ده. الحاجة هتيجي عليكِ بالأضعاف. إحنا بنشتري بس الحاجات اللي هي الضرورية بس للأكل والشرب. وحاولوا إنكم أنتم تشتروا الهدوم الصيف والشتوي في التخفيضات، بلاش تشتروا في مدخول الشتا أو مدخول الصيف. اشتروها في التخفيضات وإن شاء الله وأزمة هتعدّي. هتعدّي علينا جميعًا إن شاء الله وترجع الحياة زي ما كانت الأول وأحسن إن شاء الله بإذن الله يا رب. ادعوا وقولوا آمين إن شاء الله. طبعًا أنا عملت الكُمّة دي من الزبالة وآدي الخروف أهو. طبعًا حاولت إن أنا أربطه، بس مش نافع الرابطة فيه، كل ما أربطه ألاقيه بيعيّط، فعامل لي دوشة. جِبت البيض من عند الفراخ. طبعًا النتاج حلو ومريح، أنتم عارفين البيض بالشيء الفلاني. أنا عندي هم كلّهم عندي كام فرخة كده، بس نافعينّي ونافعين الأولاد والله، يعني موفّرين عليّا برضه. وادي الخروف أهو، هاطلّع بقى المزبلة اللي تحت الخروف دلوقتي، واحاول إن أنا ألمّها كلّها في الشكاير عشان
اشوف بقى حد ينزلها لي من على السطوح. انا والله عماله اكوم الكوام، كل شويه اعبي في الشكاير واسيب لحد ما حد من ابو الاولاد او حد ينزل او يجي ينظف لي. ادي كام فرخه اللي عندي وادي الخروف، لان الدنيا شتاء وبرد قوي، فانا خايفه اجيب اي طير يموت مني والله. والبط محدش بياكله عندنا يعني. فبصوا انتوا عارفين ان البرسيم بعلقه للخروف، لان انا حطيته تحت رجليه ما بيرضاش ياكلهم والله. فبضطر ان انا اعلقهم كده، علقهم في اي حاجه عشان ياكلهم. وبيبقى لما تعلقوهم بلاقيه بياكل. كنت اشوف المرحوم ابويا زمان كان لما عندنا خرفان في البيت يعلق لهم البرسيم ويعلق لهم الذرة فبياكلوها، لكن بيحطها لهم قدامهم كده بيعفروها ما يرضوش ياكلوها. فدي طريقة حلوة للناس اللي عندها خرفان، يعني حاولي انك انت تعلقي البرسيم او تعلقي الذرة فتلاقيهم ياكلوها. عبيت بقى العفارة دي والزبالة اللي تحت الطير وتحت تحت الخروف، قالي حوالي اسبوعين ما نضفتش. وكله كده وده كله كده يا جماعة هنزله في الشكاير، احطه لحد ما ارميه من فوق السطوح عشان عشان حد ينزلهم لي. انا يعني عاوزة اوريكم في فيديو من الفيديوهات اني ما وريتهولكوش قبل كده. انا بجهز في شقة لاخويا عريس، وانا المتولية الموضوع كله، وده كمان ده سبب من الاسباب اللي مخليني مش قادرة انضف في البيت ولا اهتم بالبيت. فاخويا مسافر وهو متكل عليا ان انا اجهز له الشقة. فهوريكم بقى التجهيزات بتاعت. انا افتكر في فيديو قبل كده وريتكم بعض من التجهيزات دي. في ان شاء الله هبقى اوريكم الشقة وتقولوا لي ايه رأيكم في ذوقي. بصوا هنا يا جماعة، ده الفيديو الجزء من الفيديو اللي انا منزلاه على قناة جات لي فكرة ووصفة. حاولوا انكم انتوا تدخلوا على القناة وتعملوا لايك ما تنسوش. بصوا عاملة وصفة هنا عشان التشققات، ودي الوصفة جميلة جدا للتشققات ونعومة الايدين والرجلين. انتوا شايفين ايديا ما فيهاش شكل النعوم ولا رجليا، بسبب ان انا دايما يعني عمالة تحت الطير دايما وفي المية. فبصحى من بدري خالص الساعة 5 بغسل في المواعين والله. فعشان كده الايدين متشققة ومتبهدلة متنيلة بنيلة يعني. فبصوا كده يعني تحطي الخلطة دي على الايدين. ده كريم انا عاملاه، كريم جميل جدا جدا جدا. حاولوا ممكن تدخلوا على القناة وتاخدوا الوصفة كاملة، ان شاء الله هنزله بكرة. وتستفادوا من الوصفة دي خالص يا جماعة. وتجربوها. بتلبس عليها الجوانتي، فالوصفة دي بتلبس عليها الجوانتي 2 أو 3 ساعات كده بتلاقيها جميلة جدا معاكي. بتحط على القدمين والايدين. وان شاء الله برضو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في قناة جات لي فكرة ووصفة بالله عليكم. ادعموني بس عشان خاطر دي مصدر رزق للأولاد يعني ان شاء الله. فأتمنى انكم انتوا الوصفة لما تدخلوا على الوصفة تعجبكم